شارع البحر في شيراتون أكبر مكان بيجمع أشهر المطاعم والمحلات اللي بتقدم جميع أنواع الأكلات، مفيش شك في كده، لكن إنك تفكر تفتح محل أو مطعم هناك يبقى أنت كده بتحارب في أرض الثعالب. وأنا لما حبيت أنزل أجرب الأكل هناك دورت على طعم وجودة وما شغلتهاش بالأسامي، وبدل ما أحكي كتير وأتكلم تعالوا نجرب لفة معلم. ولفة معلم طبعا موجود في شارع البحر في شيراتون قبل البراندات دي كلها، وما زال لسه مستمر علشان بيقدم جودة عالية. سمعت انهم معلمين قوي في الفطير والنجريسكو اللي بتطلب كتير، ده غير انه فعلا شغال بخامات كلها جودة عالية، ورغم كده اسعاره مش غالية. طلبت من الفطير الشرقي والمشلتت، وطلبت بيتزايه ومعاها كريبايه، واكيد ما نسيتش النجريسكو اللي حبيت اصورها وهي بتتعمل قدامي علشان اعرف السر في الطعم اللي هم مشهورين بيه. ولقيت انهم عاملين خلطه سريه بيحطوها مع الطشه وقت التسويه. واو طعمها جامد. ورجعت على الفطير اللي ما بياخدش وقت كتير، والناس هناك بتعمل شو جميل وقت التحضير، ده غير الحشو الجميل للفطيره الشرقي اللي مليانه زبده بلدي وميكس جبن وخضار، ولقيتهم شغالين فعلا بالجبنه الكيري الاصليه اللي بتخلي الفطير زي المهلبيه. بصراحه السجق والجبنه الكيري عاملين ميكس جامد قوي مع بعض، والسجق اجمد. والميزه اللي عجبتني في الفطير المشلتت انه بيديلك معاه اضافات بلدي وغير صناعيه زي العسل والجبنه القديمه والقشطه الطبيعيه. والله خامات كلها فلاحي، جبنه قديمه، عسل ابيض، زبده فلاحي، قشطه، بيحسسك ان انت جو ارياف وكده بقى. والبيتزا عندهم عاديه جدا، لكن علشان زي ما قلت انه بيشتغل بخامات جودتها عاليه كانت هشه جدا، والجبنه والصوصات في حته ثانيه. مليانه جبنه، فيها ميكس جبن خطير صراحه، صوص الرانش في حته ثانيه. والكريب بتاعهم بصراحه له اساليب ومميزات خاصه، لان الحشو بتاعه بيستوي وبيتجهز في نفس الوقت اللي بيتعمل فيه الاوردر علشان التيست يكون عالي. سندوتش الكريب بتاعهم من الواضح ان الحشو بتاعه كتير وطعمه خطير. واللي شدني اكتر ديكور المكان من الخارج والداخل اللي بتفتح نفسك على الاكل وانت داخل. وبعد ما جربت كل حاجه ما لقيتش غير ان لفة معلم بيبيع الميه في حاره السقايين، ويستاهل فعلا يكون في اول موسوعه المعلمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كلها عملت بيتزا وفطاير كتير، بس لفة معلم اصل الفطير.